بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان هنالك موضوع أسمع عنه من قبل كثيرا، لكني لم أره بعيني إلا عندما زرت اليمن. فقد وجدت كثيرا من الناس يمضغون عشبة يسمى القات، وبشكل منتشر جدا، حتى أني وجدت أن المسألة تجاوزت الأعمار، حتى الصغار يتناولونها، أحيانا النساء عجائز، حتى الشرطة تفتشك في الشوارع. هل هذا الشيء مسموح فيه بيع القات وكذا أو أنه ممنوع؟ القات يعتبر ظاهرة طبيعية اجتماعية في اليمن. نعم. لا يشرع به قانون ولا يحرمه عرف حتى. يعني معتاد على في بعض القوانين الخارجية تحرمه بأنه يدخله ضمن قائمة المخدرات. نعم. هذا القات تناوله يؤثر على التركيز. نعم، إنه منبه الجسد، ولكنه يجعل صاحبه يعيش في أحلام خيالية. يتهيأ له أنه الآن يبني بيتا ويعمره ويكسب الكثير من الرزق. القات يعطي الشخص أوهام أنه هو قد يكون غدا من الناس الأغنياء، قد يحصل وظيفة، قد كذا، ينطلق بهذا التفكير والاستغراق الوهمي حتى ينتهي مفعول هذا القات، فيكتشف بعد ذلك أنه جالس في مكانه لم يفعل شيئا. نتناول القات في اليوم 6 ساعات على المتوسط. أقل الأمور هي بتكون مدة 3 ساعات من العصر إلى مغرب، وفي بعض الناس يستمر مدة 10 ساعات وهو بيتناوله في اليوم. هل هناك أنواع من القات؟ ايوه. ايش؟ الماوية، المريسي، الصبري، معاك السحولي، معاك الميتمي، معاك انواع. طيب ايش أغلى أنواعه؟ الماوية. ماوية. طيب الماوية هذا يؤثر في يعني يخلي الإنسان يسرح أكثر ويكيف أكثر؟ لا هو يكيف؟ لا ايه يرتاح، يعلي. وصلنا إلى درجة الجمع بين الصلاتين من أجل استمرار تناول القات. لاحظناهم حتى داخل المسجد يقوم يوقف القات في فمه، ما يبذل الشيء، ما ينظف شيء فمه منه، ويقوم يصلي الظهر أو العصر والقات موجود في فمه. من مشاكل هذا القات أنه يأكل التنمية في البلد، ذهنيا بما يفعله في تفكير الناس، وصحيا بما يفعله في أجسادهم، وأيضا ماليا. كثير من متناولي القات يشتري لبيته كمية طعام بمبلغ، ويشتري القات لنفسه ب5 أضعاف هذا المبلغ. يشتري الشخص ب2000 ريال قيمة القات، ويروح يتغدى ب200 ريال. الآن كما تشاهدون ثمار لربما لا يوجد عندها أحد وفاضية، لا يوجد مشتري منها، وهنا أسواق القات مليانة والكل يشتري منها، فكيف تتخيل الفارق بين هذا وهذا؟ ثم إن شجرة القات تستهلك كمية رهيبة من الماء. هل تتخيلون أن 61% من الماء في جمهورية اليمن يصرف فقط على القات، وبقية 39% من الماء يصرف على بقية الناس في شرابهم وطبخهم وغسلهم وبهائمهم وزروعهم؟ هل هذا توازن طبيعي لأي مجتمع؟ بل إن الأرض إذا استمر زراعتها بالقات فإنه خلال مدة من 10 إلى 15 عاما هذه الأرض تموت تماما، ولا يصلح أن يزرع فيها أي شيء في المستقبل. سبحان الله. أردت في اليمن أن أبحث عن أكبر تجمع للقات هناك، فأخبروني أن من أكثر المدن اليمنية زراعة للقات هي مدينة تعز. ذهبت إلى هناك وأخذنا نشق طريقنا بين الوديان والجبال، فظهر لنا منظر غريب. تخيلوا، جبال شاهقة تم تقطيعها على شكل مدرجات حتى أصبحت كأنها سلم عملاق. إنجاز وجهد ووقت وعمل. ثم ماذا؟ قات، زرعوها بالقات. يا جماعة أرجوكم، زراعة الجبال أصعب بكثير من زراعة الوديان والسهول كما لا يخفى على أي أحد. مع كل هذا إصرار على أن يزرع بالقات، وكأنه لا يمكن أن يوجد مكان إلا وفيه قات حتى في الجبل. زرت أحد أصحاب هؤلاء المزارع الجبلية الضخمة وأخذت أحاوره، وأنا لا أعرف كيف يمكننا أن نصل إلى مرحلة نجعله يترك شيئا عاش عليه. لو فكرت فيها واقعيا هذا مستبعد، ولكني لا أرى شيئا بعيدا عن الله تعالى. أصبح كالدولار الآن قات، يعني كعملة يتداول بالمواطن اليمني. يعني ممكن تتداول مع شخص قات، يعني تاخذ من أغراض مقابل قات. أيوة، ممكن يأخذ القات للمقوت، والمقوت يركب بالسيارة، والسيارة يدفع إيجار من القات للضريبة للدولة. يعني أصبح كأنه كالدولار بالضبط. مثل النقود. أيوة، كأنه الآن عملة جارية. إذا كان هناك أشياء تستفيد منها أكثر وما تحتاج إلى ماء أكثر، لماذا لا تزرعونها؟ لماذا تزرعون القات؟
كلام كبير هذا. كلمت أحد الجمعيات الخيرية هناك وطرحت عليهم فكرة، وهي أن يتم تمديد شبكة مياه للمزارع بشرط أن يستبدل القات بالثمار الطيبة. وبعد إقناع من قبل المزارع تم الاتفاق على هذا، وتم توقيع عقد بذلك، حتى أنه قد أقنع 5 مزارعين آخرين يملكون مزارع القات أن ينضموا إليه. فما أسعدها من خطوة. هذا عقد اتفاق سيتم بينكم وبين إحدى جمعيات النفع العام في داخل اليمن، على أساس أن بإذن الله عز وجل يتم اقتلاع كل ما تملكون من قات، وأقول كل يعني كل، ولا شجرة واحدة تبقى، ثم تستبدل مكانها المزروعات الطيبة النافعة. هذا يمكن أن يكون مشروعا وطنيا في اليمن، يقرضون المزارع قيمة تمديدات المياه فتوفر عليه تكاليف كثيرة، بشرط أن يحول مزرعة القات التي عنده إلى زراعة أشياء طيبة كالقمح والذرة والبن، البن الذي كان تشتهر به اليمن فاستبدلوه بالقات. قد حان الوقت أن ترجع أمجاده. يقول بعض أهل العلم إن أعلى مراتب إنكار المنكر أن يأتي صاحب المنكر فيغيره بيده وهو راض قابل، فإنها تكون هذه المنكرات قد اقتلعت من قلبه قبل أن تقتلع بيده، وهذه أعلى درجات الإنكار. وبإذن الله عز وجل يبدأ إخواننا بتغيير أرضهم إلى أرض طيبة مباركة كما كانت في السابق، تخرج البن والزيتون وطيبات الرزق. أسأل الله يبارك لهم في أرضهم، بلدة طيبة ورب غفور. طلع عمو. الحمد لله، بعد الحصاد والبيع يقوم مزارع بإرجاع مبلغ القرض ويستفيد من الحصاد المستقبلي. أما المبلغ فيرجع إلى صندوق الجمعية الخيرية ليتم إعطاؤه لمزارع آخر، وهكذا. سمعت أن هناك شخص سادس الآن، صحيح؟ هو يشتي يتواصل، بس خلاص الحمد لله، وأنا متوقع يكون هناك أكثر. زيارتنا القادمة إن شاء الله بناكل من ثماركم إن شاء الله. إيه، ناكل من ثماركم إن شاء الله. الزيتون والمشمش إن شاء الله. وأيضا وغيره. بعد البذور لوز. طيب أنا راح أكل لوز منك أنت. أيوة خلاص. وأنت وعندك أنت خوخ. طيب. وأنا بن. وأنت بن. أنا وكيل. يلا توكل على الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا كان رزقك يأتي من وظيفة محرمة أو بها شبهة شرعية فليست هذه هي السعادة. السعادة أن يأتي رزقك من خالق السعادة سبحانه، فيكون هذا الرزق من رضاه وتحت محبته. هنا سترى السعادة في نفسيتك، وأظن أنك عرفت الآن سبب استيحاش هذه النفسية أحيانا. سترى السعادة في أبنائك وكل من حولك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا على ما تحب، وما أخذت منا مما نحب فاجعله فراغا لنا على ما تحب. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، وأن تعيننا على ترك ما لا يرضيك وعلى ترك ما لا تحبه. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.